ازيكم؟ النهارده في 5 دقايق كده هقولك على احلى طريقه تعملي بيها الطرب، احلى من محلات المشاوي. طريقه اتحدي بيها اي حد، وهحللك بقى كل مشاكل الطرب اللي بتقابلك، ازاي ما يفتحش منك، ما يكونش فيه دهون كتير، يكون فيه لمعه حلوه كده، وفي الاخر بعد التسويه ما يتحولش الكوره، يبقى مفروض كده زي الكفته المشويه. تابع معايا الفيديو للنهايه، اقولك على كام تريكه كده لازم تشوفيهم. ولو اول مره تشوفيني اشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وهدخل معاكم في الطريقه على طول. عندي هنا كيلو الا ربع من اللحمه المفرومه، فيها كده نسبه من الدهون عشان يطلع معاكي جوسي في الاخر، ما يكونش ناشف. حطيت عليهم بصلتين كده، واحده كبيره وواحده متوسطه من البصل، فرمته ناعم جدا في الكبه وصفيته لاني محتاجه الميه بتاعته. حطيت معلقه كبيره كده من بهارات المشويات موجوده عند العطار، سايبه او في باكيت اللي تفضليه. حطيت نص معلقه من الفلفل الاسود، وحطيت كمان معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من البابريكا. ووريتكم في طبق صغير كده حطيت الميه بتاعه البصل على جنب عشان محتاجاها، وهقولك ليه دلوقتي. ببتدي اقلب المكونات اللي عندي واعجن اللحمه المفرومه كويس جدا بايدي كده، عايزه البصل يختفي والبهارات تختفي وكله كده يبقى نسيج واحد زي ما انت شايفه. وبعدين بدخلها التلاجة مش اقل من 3 ساعات عشان تتبل كده ويكون طعمها حلو. بجيب من عند الجزار منديل ضاني، وافتحي المنديل لان فيه نوعية معينة من المنديل يعني بيكون سميك قوي. انا عايزاه اللي هو عامل زي الشبك، يكون رفيع كده، وانتي هتلاقيه خفيف قوي. المهم بتجيبيه من عند الجزار، بتغسليه كويس جدا وتسيبيه يتصفى. وبعدين بعد ما يتصفى خالص بتبتدي بقى تفرديه. انا عايزة الحتة اللي زي الشبك كده، اللي هي الخفيفة دي، الحتة التخينة بتاعته مش بتتلف. ببتدي اقطعه كده حته بالطول زي ما انت شفتي، وبعدين بالعرض كده ببتدي اجزأه على قد الصباع اللي انا هعمله، يعني على حسب ما انت بتحبيه، صباع كبير صباع صغير زي ما انت عايزه. المهم ان انت ما تصغريهوش عن الحجم اللي انت شايفاه ده، عشان بعد كده هو بيكش في التسويه عشان ما يتفتحش معاكي. عملت المنديل اللي عندي كله بنفس الطريقة ورصيته فوق بعض، وبعدين دخلته التلاجة. وهبتدي دلوقتي جبت مية البصل بتاعتي، حطيت فيها شوية من صغيرين من الملح، شوية صغيرين من الفلفل الاسود، وركنتها على جنب. بعد 3 ساعات ببتدي افرد المنديل بتاعي زي ما انت شايفة كده جنب بعض، وباخد على قد الصباع بتاع الطرب بتاعي. باخد شوية كده من الكفتة او عجينة الطرب اللي احنا عملناها، وببتدي الفه زي ما انت شايفه كده. مجرد ان انا ببرمه على الضيق، ما تعمليش ما تلفهوش من الجناب الطرب عشان ما يتحولش معاكي الكوره بعد التسويه. يعني انتي هتلاقيه مفتوح من الجنبين زي ما انت شايفه، انا ما بقفلوش من الجناب. مجرد ان لو في حشوه طالعه بدخلها بصباعي وبسيبه زي ما هو كده. مش هيفتح، مش هيفتح، وهقولك انا بعمل له ايه بيخليه ما يفتحش معايا. المهم ان انتي لو جيتي دخلتي الدهون بتاعه الطرب من الجناب، هيتحول في التسويه لكوره حرفيا، هيبقى شكله مدور كده، مش هيبقى شكله زي ما انت شفتي في اول الفيديو زي ما انا هوريكي في اخر الفيديو. المهم ان انا بحشيه، هو سهل جدا زي ما انت شايفه كده، وبسيبه مفتوح من الجناب. مجرد ان انا ببرمه، بس بروميه كويس جدا كذا لفه كده عشان هو خفيف، وفي نفس الوقت ما يفتحش زي ما انا قلت لك. عملت كل الكميه اللي عندي بنفس الطريقه، وجبت الشبكه اللي عندي بتاعه المشويات اللي بنشوي عليها اللحمه او الفراخ، وبحطه على القفله بتاعته زي ما انت شايفه كده بالطول مش بالعرض. هبتدي اجيب بقى ميه البصل اللي انا حطيت لها شويه كده من الملح والفلفل، وادهن الطرب بتاعي كويس جدا من فوق، واثناء التسويه بدهنه مره تانية. عايزه اقولك ان ميه البصل هي اللي بتديله اللمعه الحلوه اللي انت شفتيها، وكمان بتديله طعم حلو جدا. المهم قفلت الشبكه بتاعتي كويس جدا عشان اثناء التسويه ما يفتحش معايا. هي دي الفكره، ان هو بتخلي الطرب يعني ما يفتحش، ان انت تقفلي عليه كويس جدا. المهم جبت المنقد بتاعي وكنت حاطه فيه شويه كده من الفحم، وما تكتريش فحم، خليه الطرب ما بيحتاجش نار عاليه، بيستوي بسرعه وعشان ما يتحرقش معاكي. مجرد ان انا ابقى فارده بس الفحم بتاعي في المنقد كله، عشان خاطر ياخد كله تسويه مظبوطه، وما يبقاش جزء استوى وجزء لا. طيب نيجي بقى للتسويه عشان تسويه مظبوط.
ببتدي اهوي عليه كويس جدا، وبعد دقيقتين بالظبط بقلبه على الناحيه التانية. بيكون لسه ما استواش، لسه ما خدش اللون المظبوط، بس عشان خاطر احبس السوائل جواه ويطلع معايا هش مش مكتوم، ويطلع كمان معايا جوسي من جوه مش ناشف. بعد الدقيقتين التانيين ببتدي اقلبه على الناحيه التانية، وهكذا. اول لما بياخد صدمه من الجنبين بسيبه بقى يكمل التسويه بتاعته زي ما انت شايفه كده، عشان النار مش عاليه، واخد لون حلو جدا، وكمان محتفظ بالعصاره بتاعته. يعني انت لو شلتي واحده كده هتلاقيه بينزل العصاره بتاعته لحد حتى بعد التسويه، مش هيطلع ناشف معاكي ابدا. طبعا ما بياخدش وقت طويل، مجرد ما خد اللون اللي انت شايفاه ده ببتدي اشيله من على النار، وخلاص بقى بقدمه في طبق كده تحتيه شويه من البقدونس، بيطلع معاكي بالشكل الخطير ده، نفس الحجم اللي انا حطيته بيه ونفس الشكل، وكمان ما فيهوش نسبة دهون عالية جدا، مجرد ان هو متغلف بجزء بسيط كده من الدهون، بيطلع معاكي خطير. جربوه بالطريقة دي ان شاء الله يعجبكم جدا. نشوفكم على خير في فيديو جديد.